تعالوا نلحق اللي حصل ونلحق اللي متبقي من شعرنا. كل التريكات وكل التفاصيل في الفيديو ده، اوعي يفوتك. يلا بسرعه وانا متبهدله كده، تعالي نشوف الفيديو مع بعض. اللي شعرها بيقع واللي بيتكسر واللي مليان قشرة واللي ما بيطولش، وبصوا لحل لجميع مشاكل الشعر في الفيديو ده، اوعي يفوتك. عايزه اقول لكم اكتر حاجه بتمشي القشره من الشعر الحنه والصدر. الحنه والصدر اكتر اتنين عالجوني من القشره خصوصا لو مش مرضيه تحديدا. عايزه اقول لكم حاجه طبيعيه جدا ومغذيه ونضيفه، اول حاجه وهترتاحوا لها جدا وهتعجبكم قوي. او لبانه او حاجه ستانلس عشان تغلي وتبقى صحيه، ونحط فيها ميه من الفلتر، ضروري ميه من الفلتر. تمام. واول حاجه هحطها بصلايه بقشرها ضروري، 3 أو 4 فصوص توم على حسب حجم فص التوم عندكم، بس هنقطعه بالنص برضو كده. روزماري، ان الروزماري حلو جدا للشعر. انا بعملها ليه كده؟ لانها دي علاجيه بتعالج مشاكل الشعر. شويه كده بالبركه. روزماري، سوري، قرنفل، معلقه كده بس ما نكترش. حبه البركه، كام ورقه لورا لانه حلو جدا للشعر. حلوه كده، حلبه. اللي هيستغرب من المكونات يا جماعه، دي علاجيه، وكل الحاجات اللي انا حطاها دي حاجات مغذيه جدا للشعر. وكمان والمكون الاساسي معانا ما ينفعش نستغنى عنه، كركدي. نحط بقى حبتين حلوين كده، 3 4، ونحط الخليط ده كله على نار هاديه يغلي، وهنبيته ليله كامله او على الاقل 6 ساعات. يعني ممكن تعمليها من بالليل للصبح، تسيبيها تغلي، تعرفي انها كله بقى تمام منين؟ لما تبصي تلاقي البصله والثومه دول استووا خالص. واول لما بنعملها بنصفيها، هوريكم برضو هنصفيها ازاي. يلا بينا نرفعها على النار. تعالوا نحضرها كده مع بعض. بصوا، دي حنه من عند العطار عاديه جدا، مفيش فيها اي حاجه. الحنه البلدي اللي هي كلها اعشاب. بتحطي عليها ايه؟ بحط عليها رشة كده عكر فاسي او دم غزال زي ما بتقولوا. ما تقلقوش، ما بيديش لون. عايزين حطوه، ما تقلقوش منه خالص. انا بحب احطه كده لانه برضو ايه، بيبقى حلو جدا في الشعر. اكيد انها اتقلبت كويس، ولازم تهويها كده. بعد كده بنجيب الخليط اللي احنا عملناه مع بعض. بصوا بعد ما غلى، شايفين الفايدة كلها بقى هنا. انا سبته يتنقع كتير جدا على فكرة، حوالي اكتر من 6 ساعات. طبعا المية دي قليلة جدا، هنزوده مية برضو من الفلتر. بصوا اصلا الخليط نفش ازاي. كل ده خليط اهو، الحلبة والكركديه والبصل. بصوا البصل استوى ازاي، وبنقلب لحد ما يبقى قوامها متماسك. طبعا الحنة بتشرب مية جامدة جدا. بصوا كأننا محطناش حاجة. هنزود، زودي برضو مية في الخليط، مش مية كده، وانزلي. انتي انزلي واحدة واحدة، انا عشان بس بعملها على طول فانا عارفة المقادير، لحد ما تربط معاكي. بصوا لسه عايزة تاني، عايزة تقريبا قد اللي حطيناهم كلهم. شايفين لونها بقى تحفة ازاي؟
كمان هنديها عصرة ليمون علشان كل المواد اللي احنا حطيناها فيها تشتغل، لان الفيتامين سي اللي في الليمون بيفعل كل الفوائد. اول حاجة عايزة اعرفها ايه الجو ده، ايه الجو اللي احنا فيه ده. هلبس جلافزات، سبت الحنة تخمر ساعة. في ناس بتسيبها من بالليل للصبح، بس في الصيف يعني ما انصحكوش عشان بتعفن، لان كلها حاجات طبيعية مفيش فيها اي مواد حافظة. بصوا اول حاجة بنعملها بنقسم الشعر كده. انا طبعا جيت او ينفع يتبهدل يعني علشان المواقف اللي هنشوفها دلوقتي. هناخد من الحنة كده، مش عارفة شايفين اهي، ناخد كده وبنعمل الروتس. اهم حاجة الروتس. عايزة ترجعي بقى على بقية الشعراية كده عادي برضو بتستفاد. اوقات كتير بحط فيها زبادي، بس انا المرة دي مش عايزة احط، هجربها من غير زبادي، بس هي مش بتنشف لي شعري بصراحة. هنشتغل كده وبنفرق كده اهو، شايفين؟ اهم حاجة شعرنا يكون نضيف. وابتديت اتبهدل ازاي، فعشان كده دخلت الحمام. بصوا، اهم حاجة الشعر يكون نضيف ومغسول، معلهوش اي زيوت او كريمات، خصوصا الكريمات اللي هي يعني بتثبت جامد. وبتخلصي الشعر كده كله اهو. انا بحب ارجع على الشعرايه كلها، هعملها كلها اهو بالشكل ده. تفضلي تعملي كده لحد ما بتخلصي الشعر كله، وبتسيبيه من 2 ل4 ساعات. في ناس بتبيت بيه، بس انا ما بنصحش كده، لان كده فعلا هتلاقوها نشفت معاكم، هتنشف معاكم الشعر، لان الشعر بيبتدي يعرق، وبعدين بيعرق وبيروح منزل ميه. اول ما بينزل ميه الحنه بتبتدي تسيح، تقعدي قدام مروحه بتروحي جايبه شعرك كله بيقوم ناشف. بعد ما بينشف بيبتدي يشرب بقى كل حاجه، تقعدي بقى انتي لحد الصبح يحصل فيكي اللفه دي. فطبيعي جدا جدا الشعر ينشف. عشان كده انا بقول لكم عمرها ما نشفت شعري. انا فروه الراس عندي دهنيه، بس شعري ناشف، مش دهني يعني. بصوا هو باين قدامكم، شايفين؟ كذا حد سألني بتعملي ايه لشعرك، بتعملي ايه لشعرك؟ هو ده اللي انا بعمله. اكتر من كده صدقوني ما بعملش. هي الفكره بس اهتمام مش اكتر. انا عايزه اقول لكم انا واقفه قدام اللايت وبيطلع عليا نار كاني قرص شمس قدامي. هخلص كله بالطريقه اللي انا وريتها لكم دي وهرجع لكم. انا بحب ارجع على بقيه الشعرايه كلها علشان بحس تبقى مستفاده وتاخد الغذاء كله. عايزه اقول لكم هوريكم النتيجه. ما تخافوش من اللون خالص يا جماعه، ما تخافوش منه. الحاله الوحيده اللي ممكن يعمل لون فيها لو الشعر ابيض، هتلاقوه ادى لون ذهبي كده، اللون بتاع الحنه اللي هو اللي احنا عارفينه. بصوا بقى هنا كده، ده تاني يوم بعد ما اتغسل. بصوا شايفين ولا قداش غير ضي خفيف جدا جدا. حاولت اوريكم النتيجه كده في الضوء، مش عارفه بانت ولا لا، بس بصوا لكل اللي خايف من ان اللون، بصوا ولا الهوا. الشعر طري جدا اهو، طري منشفش، مفيش منه اي خوف. جربوها علاجيه هتنقذ شعركم. لو عندكم تساقط، لو عندكم قشره هتروح خالص. بصوا فروه الراس، شايفين؟ انا ما راحتش غير من القشره، ما راحتش غير من دي اهو. انا كان ممكن اعمل لكم شعري سشوار ومكوى واوريكم النتيجه واو واو، بس دي النتيجه على الطبيعه.
انا ما بحبش الغش، جربوها مش هتندموا ابدا. عايزه اقول لكم يا بنات هي ممكن تتعبكم شويه في الغسيل علشان حبيبات الحنه، بس النتيجه هتبقى تحفه. اشطفوه بس كتير جدا على قد ما تقدروا، هتلاقوا النتيجه حلوه جدا وهتستفيدوا منها. انا فروه الراس محمره شويه عشان ده طبعا جلد، بس بتروح مع الغسيل. جربوها مش هتندموا ابدا. الجو صعب جدا جدا. انا امبارح معرفتش اوريهولكوا لان انا كنت اليوم كله كان عندي شغل وكان حر جدا، فكنت مضطره ان انا اخلص بسرعه والم الدنيا يعني. فخلصت واخدت شاور متين وقلت تاني يوم اوريهولكوا. كان نفسي اوريهولكوا في الشمس بس الشمس مش موجوده دلوقتي. لو ليكوا اي سؤال اكتبولي في الكومنتات وهرد عليكم. عايزين الطريقه باستفاضه هتلاقوها على يوتيوب عندي، قناه بنفس الاسم. خشوا هتلاقوا فيديو حوالي 20 دقيقه شارحه فيه اللي عايزين تسالوه واللي ما جاش في بالكم. فدي تجارب بسيطه وانا بفيدكم بالمعلومات البسيطه المتواضعه اللي عندي وبستفيد منكم كمان. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجه بسيطه. بحبكم، شكرا لكل كلامكم الجميل ودعمكم الحلو قوي، وكل كومنت بتكتبوهولي هو في قلبي. بشوف كل كومنتاتكم، بحبكم جدا. واللي عنده سؤال يكتبلي في الكومنتات. ومتنسوش تدوسوا لايك عشان العيله بتاعتنا تكبر بسرعه زي على اليوتيوب. واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.